عسلامة الناس الكل. اليوم وصفتنا بنة عالمية تونسية 100%، نودكم كان بها ونودكم كان بالخير، اللي هي ملفوف بالراس. نودكم كان بالخير والخمير يا ربي العالي. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، وان شاء الله تتبعوا الطريقة نتاعي وتاكلوه بالصحة وبالفرحة. بنة تونسية 100%. حاصيلو اش باش نقول لكم، طريقته سهله زاده في التحضير، ماهيش صعيبه، طريقه مبسطه، طريقه اسهل منها ما فماش. نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا طريقه تحضيره كيفاش، وان شاء الله يا ربي تعجبكم وتجربوه وتقولوا لي اشنو رايكم. تكتبوا لي في التعليقات المزيانه اللي كيفكم. نخليكم مع باقي الفيديو باش تشوفوا طريقه تحضيره كيفاش. بسم الله يا ربي، حطيت الماء يسخن. بسم الله يا ربي، بعد ما سخن الماء متاعي شويه قريب يغلي، سخن كهو، حطوا فنيجل صغير زيت. اني باش نعطيكم محكار رطل كيما نقول، المحكار متاع رطل. ونحط 3 مغارف متاع ماكله طماطم، فنجال صغير زيت، 3 مغارف متاع ماكله طماطم، مغيرفه فلفل احمر، مغيرفه متاع ماكله انت وحروريه الفلفل متاعك. هذايا الحكار متاع الرطل راهو، خاطريني بيدي مش باش نكثر. هذا الحكار متاع الرطل. وعندي اللحم الراس غسلته ونظفته وصمته كيف ما تعرفوا، وباش نرميه هكاكا. اني نفوح في الني، كل واحد وطريقته، كل واحد وطريقته كيفاش يطيب. اني نعطيكم طريقتي وانتم جربوا واحكموا. هذا هو كيفاش نفوح الكسكسي بالراس متاعي. وباش نعمل لكم على زوز انواع، كسكسي بكوات وكسكسي ملثوث شعير. اتاو تشوفوني كيفاش باش نعملو. خليه يغلي على روحه ومن بعد تو نفوحولو. باهي، عندي لهنا ملثوث اللي هو فريك شعير، كنقولوا ملثوث معروف معناه هاكا شعير ملثوث كيما نتاع الشوربه فريك كيما هكاك. باهي، وعندي لهنا اسمي كسكسي معناه بكوات هاكا. شنو باش نعمل الملفوف نتاعي؟ باش نصب عليه الماء بالباهي، نصب عليه هكاك الماء ومن بعد تالي باش نصفيه، نخلطو بيدي بالكدا بالكدا هاكا. وبعد باش نصفيه في صفيه كيف ما هكا هاكا. صفيته وباش نخليه لين يشرب بالباهي. وتنوريكم اشنو باش نعملولو. باش نخليه لين يشرب بالكدا بالكدا، تولي كل كعبه وحدها. اني عندي الملفوف الدياري راهو، نجم تعمل حتى البكوات. باهي، ولهنا سميت شنو باش نعملو، باش نصب عليه زيت طبيعه مش كيما الملفوف، كيما الكسكسي البكوات يعني باش نطيبوه. باش نبسو بالكدا بالكدا بالزيت. ندخل فيه اك الزيت الكل، ومن بعد باش نصب عليه شويه ماء هاكا تقريبا معناها حتى فنجال ما صغير، ونخلطه بالكدا ونخليه لين يتشرب. لين يتشرب بالكدا بالكدا، تولي لي كل كعبه وحدها. ومن بعد باش نحطه يفور. هاي شوفوا لي الملفوف كيش ولا تو هاكا ريتو ازرق كيش كل كعبه وحدها. تشربت الماء نتاعو واستقطر كل كعبه وحدها. باش نحطه تو يفور، ويقعد راهو وقت طويل باش يفوره. فوروه المره الاولى ومن بعد تنوريكم. لهنا بعد ما طاب تقريبا نص طياب اللحم نتاعي، باش نحط الثوم، باش نفوح معناها، باش نحط الملح حسب الذوق، كل واحد حسب الذوق نتاعو. وباش نحط زاده تابل، باش نحط فلفل اكحل، وباش نحط الكسكاس نتاعي يفور. نخلط باش يدخلوا اكل الفاحات، وباش نحط الكسكاس نتاعي يفور والكسكسي نتاعي يفور.
حطيت الملفوف في الكسكاس الكبير وحطيت الكسكسي الباكوات في الكسكاس الصغير. كمل يفور. بعد ما فور لهنا بالباهي المرة الاولى باش نهبطه ونبلو بالماء. هاك حطيته فوق صحفة وباش نصب عليه الماء كيف ما هك. 2 كيسان صبيت عليها، صب عليه هكاكا ونخليه لين يستقطر بالكدا بالكدا ويهبط اك الماء اللي فيه الكل. باش نخليه في الكسكاس، مانيش باش نحطه في الصحن، نخليه لين يتشرب وتو نوريهولكم قبل ما نحطه نرجعو يفور. لهنا بعد ما هبطت الماء اللي فيه الكل باش نوريكم الماء اللي هبط. هاك الماء الكل هبط في الصحن. حركوا بالباهي. اذا كانوا ملفوف ديري ما غير ما تخافوا منه، حتى الباكوات ما تخافوش منه، ما يعجنش راهو. المهم تبع الطريقه هكا. هاني هذه طريقتي في الملفوف. رجعته باش يفور برا اخرى ومن بعد تنسقيه قدامكم وتشوفوه. طريقه سهله مبسطه ماهيش معقده. معناها اي وحده تنجم باش حتى اول مره تطيب وتنجم، ماهيش طريقه صعيبه. الطريقه هذه اسهل طريقه في الملفوف بالراس. انا قريب يطيب باش نرمي 2 قرينات فلفل. هذا الكسكسي الباكوات كمل فوق. باش نقلبو في الصحفه نتاعو. بسم الله يا ربي باش نسقيوه يا البنات. باش نسقيه تبارك الله هكا يبذر. راهو الملفوف يبذر زاد. جربوا الطريقه وتفكروني. بنا 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 لا تقاو. هذه هي طريقتي في الكسكسي بالراس، وكل واحد وطريقته ديما نقول لكم. هكا باش نخلطو ونخليه لين يشرب. بعد نوريكم كيف نوع. هذا الكسكسي الباكوات زاد هاني باش نسقيه قدامكم. كل بنه وبنتها، راهو الملفوف وحده والكسكسي الباكوات وحده. يعني هاكا عطيتكم طريقتي تاع الكسكسي الباكوات ومتاع الملفوف، وانتم عاد هاكا جربوا اللي تحبوا انتم. ان شاء الله يا ربي الطريقه تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم. كهو زيد باش نخلطه ونخليه لين يشرب بالباهي بالباهي. الزوز بنانه راهو كيما الباكوات كيما الملفوف، اما كل واحد يطلع بنته، ماهمش فرد بنه، اما الزوز بنان. هذا هو الكسكسي نتاعنا وهذا الملفوف بالراس نتاعنا. ان شاء الله وديتكم كان بالخير، وان شاء الله تكون طريقتي فيه عجبتكم وتجربوه وتكتبوا لي شنو رايكم. ان شاء الله وديتكم كان بالخير.